السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي الاتحاد السعودي حوالين العالم. قبل أن نبدأ، نادي ماتشيدا زليفيا قبل قليل فاز على نادي شباب الأهلي دبي واستطاع أن يتأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، وهيقابل إن شاء الله بإذن الله الأهلي السعودي. ليه أنا بدأت معاكم الحلقة بالكلام عن الماضي؟ لأن نادي ماتشيدا زليفيا النهاردة استطاع أن يفوز على شباب الأهلي دبي، وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة حكم المباراة ألغى هدفا لنادي شباب الأهلي دبي، بالضبط زي ما حصل مع نادي الاتحاد في هدف دانيلو بيريرا بالملي. يبدو أن الاتحاد الآسيوي هذا الموسم وهذه النسخة من البطولة يريد أن البطولة تكون لنادي ياباني. طبعا خلاص النهائي الأهلي السعودي وماتشيدا زليفيا الياباني. تعالوا بقى نروح للكلام بتاعنا اللي يخصنا. ناس كتير خلال الفترة اللي فاتت اتكلمت عن موضوع سيرجيو كونسيساو، هل يا ترى هيستمر، هل هيرحل؟ وأنا أكدت ليكم إن هو هيرحل، والنهاردة نزل خبر رسمي عبر موقع سعودي سبورت. تجري الإدارة الرياضية بنادي الاتحاد في الوقت الراهن محادثات مكثفة ومتقدمة مع وكيل أعمال المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو بهدف الوصول إلى صيغة توافقية لفك الارتباط وديا بين الطرفين. وتأتي هذه التحركات الإدارية في ظل رغبة مشتركة لإنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط العميد بالمدرب البرتغالي، حيث تسعى الإدارة الاتحادية لترتيب بيت الفريق الأول لكرة القدم قبل الدخول إلى الاستحقاقات القادمة أو الموسم الجديد. يعني يبقى خلاص كده انت كونسيساو مش معانا. ويمكن النهاردة مفاجأة وحالة كبيرة من الجدل حوالين كونسيساو، ولكن النهاردة أكتر من عرض طلب كونسيساو بالاسم. وفق صحيفة ريكورد البرتغالية دخل كونسيساو دائرة اهتمامات عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها نابولي الإيطالي، لاتسيو الإيطالي، أولمبيك مارسيليا، والتي تدرس التعاقد معاه بداية من الموسم المقبل. وأشارت إلى أن اسم كونسيساو يتردد بقوة داخل أروقة نابولي، خاصة في حال رحيل المدرب الحالي أنطونيو كونتي، حيث يعد المدرب البرتغالي أحد أبرز المرشحين لتولي المهمة. وطبعا ربنا يوفقه. يعني أنا بالنسبة لي كونسيساو لم يقصر مع نادي الاتحاد. فكرة ان هو بيتعامل مع اللعيبة ببعض من العنف او ببعض من الشدة او بيقلل من شأن اللاعبين الكبار، ده طبع شخص فيه فمش هيتغير، هو طبعه كده. لكن هو من حيث التدريب هو عمل اللي عليه، وهو سبحان الله اسلوبه مش مناسب الاتحاد، طريقة لعبه مش مناسبة. على عكس مثلا خورخي خيسيوس ابن الذين مناسب للهلال، ولما راح النصر برضه بقى مناسب للنصر، وقدر يقلب النصر البرتغال، قدر يجيب لهم لعيبة متناغمين مع ثقافة البرتغال وطريقة لعب البرتغال. وسبحان الله برضو كلهم برتغاليين، يعني حتى كونسيساو برضو مدرب برتغالي. تعالوا بقى نتكلم عن صفقة جديدة، والصفقة دي أكدت لي أني كونسيساو هيرحل مع نهاية الموسم، وأكدت لي أن المدرب الجديد كبير، اسم كبير، ويمكن ارتبط اسم نادي الاتحاد بنجم ميلان اللي تلقى عرض سعودي ضخم النهاردة. وتلقى الفرنسي أدريان رابيو نجم خط وسط ميلان عرضا سعوديا ضخما خلال الأيام الأخيرة من أجل الرحيل عن الفريق الإيطالي في سوق الانتقالات المقبل. وبحسب ما ذكرته صحيفة كاليتشيو ميركاتو، فإن العرض المقدم للاعب الفرنسي يتضمن راتب يصل إلى 3 أضعاف ما يتقاضاه حاليا في ميلان، والذي يقدر بنحو 9.2 مليون يورو سنويا. ويعيش رابيو البالغ من العمر 31 عاما فترة مميزة هذا الموسم، إذ يعد من أبرز عناصر الفريق تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجيري، فقد أثبت نفسه كأحد الركائز الأساسية في وسط الملعب بفضل توازنه وقدرته على قراءة مجريات اللعب. ورغم الإغراءات المالية الكبيرة، تشير التقارير إلى أن اللاعب لا يبدي حماسا للرحيل في الوقت الحالي، خاصة إلى الدوري السعودي، إذ يضع تركيزه الكامل على إنهاء الموسم بقوة مع ميلان، بالإضافة إلى الاستعداد للمسابقات الدولية مع منتخب فرنسا. طبعا كل الكلام ده فارغ، وكل اللعيبة اللي قدموا إلى الدوري السعودي أول رد ليهم كان إن إحنا والله مش عايزين نلعب، إحنا مركزين مع المستقبل بتاعنا مع النادي اللي إحنا بنلعب فيه، نادي ميلان الإيطالي. لكن أنا بقول لكم إن هو هينتقل إن شاء الله بإذن الله، رابيو هينتقل للاتحاد. بس أنا عندي تساؤل، هو ليه لازم يبقى اللاعب فرنساوي؟
كريم بنزيما فرنساوي، ناجلو كانتي فرنساوي، حسام عوار فرنساوي. طب المدرب المقبل هل انتم اخترتوه خلاص واتفقتوا معاه على الشكل اللي هيتم طرح بيه نادي الاتحاد، ولا ده قرار من فوق ان هوية الاتحاد فرنسوية، هوية الاهلي برازيلية، هوية النصر برتغالية، وهكذا؟ وطبعا أوضحت التقارير أن رابيو يطمح إلى مواصلة مشواره مع روسينيري والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لاعبا أساسيا مع هدف واضح يتمثل في حصد الألقاب. ويمتد عقد اللاعب الفرنسي مع ميلان حتى 28 وسط توقعات بإمكانية فتح باب التفاوض لتمديده خلال الفترة المقبلة في ظل تمسك الإدارة بخدماته. يذكر أن أدريان رابيو كان قد ارتبط اسمه بنادي الاتحاد خلال الموسم الماضي، حيث كان لاعبا في صفوف أولمبيك مارسيليا، إلا أنه فضل الاستمرار في أوروبا. رابيو صفقة قوية، ولكن أنا عندي سؤال: ليه دايما اللاعبين لازم يكونوا لاعبين فرنسويين، لاعبين فرنسيين؟ طبعا هناك بعض من القرارات لازم يتخذهم أو تتخذهم إدارة نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وهي قرارات حتمية بكل أسف. القرار الأول رحيل فابينهو. وفابينهو المفروض ان هو جاي يبقى يظبط ايقاع نادي الاتحاد، فجأة اصبح فابينهو ثغرة في نادي الاتحاد ويفتقر للروح القيادية القادرة على توجيه لاعبي الاتحاد في اللحظات الحرجة، مما جعل الاستغناء منه ضرورة قصوى لإعطاء حيوية للنادي تحديدا، وان هو بياخد كتير وبالتالي هو حمل كبير على خزينة نادي الاتحاد. وايضا بالنسبة لمسيرة موسى ديابي، على الأغلب وعلى الأرجح سيرحل مع نهاية الموسم. اللاعب يبدو أنه عينه على العودة للقارة الأوروبية وغير قادر على إخفاء حنينه لملاعب القارة العجوز، وهو ما تجلى في رسائله غير مباشرة وصوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الراحلين وتحديدا بنزيما. ووجود لاعب بمخيلة مشتتة خارج حدود النادي بات يمثل خطرا على استقرار المجموعة. عايز أقول لكم من شوية نادي الهلال السعودي بعد ما وقع مع كريم بنزيما، طبعا كريم بنزيما عنده إصابة كبيرة في الظهر وما بيلعبش، وعلى الأغلب هيغيب لفترة طويلة عن نادي الهلال السعودي، ولكن من شوية نشر صورة ليه وهو جنبه فيل كريم بنزيما. والله أنا لما شفت الصورة دي قلت الحمد لله إن بنزيما رحل، الحمد لله، لأن بنزيما حاجة من الاتنين: يا إما ما بيحسش، يا إما عايز يرحل عن الهلال السعودي. ملهاش تالت، ملهاش احتمال تالت. جريدة كورة النهاردة نزلت واتكلمت عن المجد الذي صنعه نادي الاتحاد السعودي. واللي مش عارف منكم اني النادي الاهلي عنده مباراة باذن الله يوم السبت مع نادي ماتشيدا نهائي دوري ابطال اسيا، وهو واخد النسخة اللي فاتت من دوري ابطال اسيا للنخبة، ولو استطاع ياخد كمان النسخة المقبلة هيبقى كده خد نسختين متتاليتين لنفس البطولة دوري ابطال اسيا. مين الفريق الوحيد في العالم او الوحيد في قارة اسيا اللي عمل الحركة دي، اللي خد نسختين ورا بعض؟ الاتحاد. نادي الاتحاد عندما توج نادي الاتحاد تتويجا تاريخيا في نسختين سنة 2004 و2005، ودي من احلى الفترات اللي كانت على مستوى القارة، قارة اسيا، من اقوى فترات نادي الاتحاد السعودي. وفتش عن الاتحاد، ده الاسم بتاع المقال. اخيرا يمكن ناس كتيرة اتكلمت عن بعض من الايقافات او بعض من المشكلات اللي ممكن تهدد بعض من اللعيبة. حذر الجهاز الفني قائد الفريق فابينو والنجم حسام عوار من الحصول على الانذار الرابع في مباراة التعاون القادمة من اجل الاستفادة من خدماتهم الفنية في المباريات المتبقية من دوري روشن. وايضا هيفتقد الفريق الاتحادي للمدافع دانيلو بيريرا في مواجهة التعاون، وذلك عقب حصوله على الانذار الرابع في مباراة نيوم بدوري روشن. على اي حال اشكركم جدا جدا على حسن المتابعة، بالتوفيق لنادي الاتحاد في رحلته المقبلة. اتمنى كل التوفيق للاتحاد، اتمنى العودة باذن الله في الموسم المقبل، اتمنى ان انا اشوف مباريات قوية امام الهلال والاهلي والنصر زي ما كان بيحصل من قبل. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.